شوف سيدي، أولا لازم نبقى واضح عندنا إنه فرنسا عملت ثورة، وبعد ثورتها استقرت فعملت جمهورية مستقرة، ثم تطورت الجمهورية الأولى الثانية الثالثة. مصر عملت العكس، إنها مش عملت ثورة، عملت عدة ثورات. وكل ثورة لما تتم يعود مرة تانية ظلم من نوع جديد ويلتف على الثورة ويرجع تاني حكم ظالم موجود، يرجع يقهر الحريات من جديد، فيحتاج الشعب يعمل ثورة تاني بعد شوية عشرات من السنين وبعدين يرجع يستقر. المشكلة إذن عندنا مش في الحالة الثورية اللي تخلص الظلم القديم، لا، في قدرة البلد على إن هي تحافظ بقى على النتيجة اللي تخرجها من ثورة، اللي بتخرج بيها من الثورة، وتحافظ على وضع دستوري يفضل الناس فيه شركاء في الحكم. دي نقطة خطيرة. فالحقيقة إن أنا بعتقد إن من أولويات البلد إنها تعمل نوع من الحراسة ومن الحماية، إنه ما يحصلش ارتداد مرة أخرى في الناحية الدستورية، ما يحصلش رجوع.